هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم حبينا نسوي كليشة العيد، بس راح اسويها بطريقة ثانية. الطريقة اللي هسه صايرة عليها ترند، اريد اجربها واشوفها. يعني صدق كليشة طيبة وتبقى هشة. راح اجربها وياكم هنا، واذا طيبة وهشة وتبقى نقول لكم، واذا تطلع لا مو شي هم نقول هنا. هذه عندي كيلوين طحين، 12 قلاص طحين قصده، يعني كل كيلو 6 قلاصات، فسويت كيلوين. وهذا راح اضيف لها حليب باودر، هذه 5 يعني كل كيلو خاشوقتين ونص. خلني اسويهن 6 حتى يصير كل كيلو 3 خواشيق حليب. وهنا عندي حليب بشكر. انا عندي طفي الكهرباء، ما عندي كهرباء، دا اصور على اللايت. هذه عندي خاشوقتين خليت شكر، هاي 2 3 هذه 4 خواشيق بنات. انا بالعجينه مالتي الكيكه ما احب هوايه شكر، يعني ما احبها تصير حلوه العجينه، لان هي بيها حشوه. يعني الحشوه راح تصير بيها، السمسم يصير وياه شكر، والتمر، يعني دائما الحشوه تصير حلوه. فاحب العجينه تصير فاهيه. هذه بنات هنا خلطنا الحليب والشكر والطحين، وراح اخلي ظرفين باودر على هذه الكمية مالت الطحين. هذه الكيلوين طحين راح اخلي عليها ظرفين باودر وظرفين فانيليا. أنا قبل بالعجينة مالتي دائما اسويها كثر باودر وخمرة، هالمرة ما راح اضيف خمرة، بس باودر ظرفين وظرفين فانيليا. هذه 2، يعني ما راح راح اضيف الهيل والكزبرة وحبة الحلوة بالحشوة، ما راح اخلي بالعجينة. هنا أنا راح اخلي عندي زبد بنات. أنا موعت، جبت 4 باكيتات زبد، أي نوعية زبد أموعها وأخلي ويا الزبد شوية زيت، وأضيف وياها تمنيه حتى التمن شي يسوي يمتص السوائل اللي بداخل الزبدة. هذه عندي هنا، هذه أنا ضفت قلاص وهذه القلاص الثاني، هذه 3 قلاصات زبد. هسه اعجنها، يعني اسويها افركها بالزبد وارجع لكم. بنات هذه افركها بالزبد لحد ما تصير شلون الرملية، ما تظل بيها هيك كبار، تصير شلون الرمل. واعجنها اليوم ناوي اعجنها بالروبة، اليوم حابة اعجنها بالروبة، يعني مو الطريقة الاعتيادية مالتي الاولية، هذه طريقة ثانية. ليش قلت لكم اجربها وياكم حتى نشوف طريقتها ناجحة او لا. وقفي شوي الفيديو. هيك بنات تصير شلون الرملية، وهذه روبة وخففتها بشوية بمي، يعني تصير شلون اللبن الثخين هيك. ما اعرف مبينة او ما مبينة، ما اعرف. هذه شلون اللبن الثخين، او اضيفها واعجن وحسب نوعية الطحين همينة، يعني مو رأسا اخليها. اعجن وياكم واشوف ايش قد تاخذ كمية، نقول لبن ثخين، يعني شو يعني هي روبة وخففت هاني. يعني أنا دا أشوف من عندهم هواية يعني يعجنوها بالروبة تطلع العجينة.
بعد يحتاج له شوية. يحتاج له شوية. خففيني من هاي شوية. عليها ماي شوي بس. بنات ما اعرف والله واضح يمكم او لا، لان الكهرباء طافية ودا اصور على اللايت. هسه اكملها عجين وياكم. هسه ها هي بعد ما اخلي روبة. اني هسه حاليا توقفت بعد ما اخلي، راح اعجنها زين وارجع لكم. هاي بنات نهاية عجينتنا، صارت عجينة تخبل كلش حلوة. وجدتي الوطنية كانت طافية، ما عندنا لا مولد ولا وطنية، وهسه جدتي الوطنية. هسه بنات راح اخليلها اغلفها بنايلونة واروح اسوي الحشوة مالتي. يعني مكملتها انا بس اطحن السمسم، لان كنت منتظرة عمود الكهرباء ما في كهرباء، فبقيتها ما بس حمصتها. يعني هذه السمسم حمصته وراح اطحنه واضيف ويا شكر مطحون وارجع لكم. بنات هذا سمسم حمصته وطحنته وضفت ويا شكر مطحون. بنات بالنسبة للشكر حسب الحلال تحبوها انتو، يعني تحبون الحشوة حلوة كلش تضيفون انتو حسب اللي تحبونه. انا بالنسبة لي اخلي يعني طعم السمسم اكثر من الشكر، يعني يبين من تاكلوه تبين طعم السمسم بيه حلا بس شي قليل. وضفت وياها حبة حلوة مطحونة وهيل مطحون وخليت كزبرة، يعني طحنتهم وخليتهم وياه. وهذه التمر هم نفس الحالة، عجنته بزبد وخليت له هم هيل وكزبرة وحبة حلوة. تعطي الحبة حلوة والكزبرة والهيل يعني ينطون نكهة كلش طيبة للتمر. بنات هسه أنا راح آخذ موادي وألفها. أسوي التمر قص البقلاوة وأسوي السمسم على شكل دائري بالقالب الخشب. ورا ما أكمل أصوركم يعني، لأن كهرباء مو مستمرة والموبايل تقريبا يعني راح يخلص شحن. راح أذبه على الشحن على ما أكمل وأشوفكم النتيجة بالنهاية، حتى بس نشوف العجينة هل تطلع هشة يعني بالشوي أو تطلع يابسة. وهاي وصلنا نهاية الفيديو اليوم. وهذه كريشتنا. هذه بنات أنا سويت العجينة قسمتها إلى قسمين، قسم خليت بيها حبة البركة وقسم خليتها سادة. بنات باعوا شلون ليش كلش هشة بنات. وصارت الكاميرا قريبة لأن أنا بيدي لزمت الكاميرا. شوف بنات شلونها تخبر كلش طيبة هاي الكيكة وهشة. وقبل لا أنهي الفيديو وياكم أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير ومع ألف سلامة.